بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج، وبتاريخ 22 يناير 2026 الموافق 3 شعبان 1447 هجريا. أهلا بكم في الجديد والغزل والنسيج. مصر تخطط لإنشاء مجمع نسيج بقيمة 350 مليون دولار. المصنع ده شراكة بين شركة السويدي ومجموعة كريستال الدولية. ده هيبقى في أكتوبر الجديدة على مساحة 190 فدان. عندنا خبر تاني إن في أمريكا بتخطط لإنشاء رسوم جمركية 500% على البضائع الهندية، ودي هتسبب مشاكل كبيرة جدا، واحتمالية لو عملت كده أمريكا أسعار الهند هتتخفض. برضك من أمريكا إن الإنتاج الصناعي انخفض في أمريكا اللي هو الخاص بالملابس الجاهزة بنسبة 0.7%. شركة ريتر عملت أوميجا لاب ماكينة تحضير ملفات التمشيط طراز E40، أعلنت عنها خلاص، وديت مكنة تحضير الملفات. برضك عملت مكنة تدوير اللي هي أوتو كونر X6، دي برضك أعلنت عنها، مكنة سريعة لها مميزات كبيرة جدا. أخيرا شركة ماير عملت مكنة البريدنج، مكنة كبيرة برضك، مكنة ضخمة. آخر حاجة عندنا بضاعة حاضرة في مصر: 12 على 1 أبيض مبيض بليتش وايت، 20 على 1 أبيض مبيض. عندنا بوليسترات لمصانع الغزل فيرجن 1.4 دينار 38 ملي. اللي عايز أي حاجة تحت أمر حضراتكم، اللي يكلمني واتس بلاش تليفون، على التليفون اللي موجود على الشاشة 0182547762. تحياتي لحضراتكم جميعا.